لحد امتى يعني ده سؤال مهم جدا. لحد امتى يعني هنفضل في الليله دي كلها في المنتخب؟ يعني المنتخب يعني تحس ان هو ايه، يعني بيتفرجك على فيلم الف مبروك. يعني يا سبحان الله، الاخطاء دي كانت موجوده في ماتش موزمبيق، تتعدل بقى؟ لا. طب تعالى بقى ايه نشوف ايه اللي حصل. فانا احمد خالد، ويلا بينا بقى ايه نشوف الليله دي في تاني مباريات منتخبنا المصري في افريقيا في المجموعه الثانيه قصاد المنتخب الغاني. المباراه اللي كان فيها كل حاجه وعكسها، وفرق كبير جدا ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. الشوط الاولاني اللي كان تقريبا نفس السيناريو، نفس النسخه من المباراه اللي فاتت قدام موزمبيق، بنفس السلبيه والاداء الباهت الغير مقنع، وبنفس الاخطاء كمان في التشكيل. الا وهي محمد النني. محمد النني اللي اصلا مفتقد لحساسيه الماتشات بسبب انه ما بيشاركش مع ارسنال. ده غير اصلا ان هو مكلف بادوار مش بتاعته في نص الملعب. ده غير اصلا اداء النني الضعيف جدا في الملعب، والنهارده المفروض مكلف بدور مراقبه لاعب غانا محمد قدوس. ويا سلام على المراقبه، ولا فيها احلى مراقبه من كده. جايب جونين، والجونين اصلا بسبب ان هو مش بيراقبه. فماشي يا نني ماشي. لكن قبل هدف غانا حصلت لقطه تحول مسار الماتش بقى في الدقيقه 47 من الوقت الضايع في الشوط الاولاني، وهي اصابه محمد صلاح وخروجه ونزول مكانه مصطفى فتحي. صلاح اصلا قبل ما يخرج كان بيدي شرط الكابتن لاحمد حجازي، وحجازي بيقول له لا كمل الدقيقتين دول لحد ما الشوط يخلص. ولكن صلاح صمم واداله الشاره برضه. يعني انت يا صلاح انت كابتن المنتخب، يعني انت مش قادر تستنى الدقيقتين دول لغايه ما تخش اصلا اوضه اللبس؟ لا، تجربه جدا منك يا صلاح. وبعد خروج محمد صلاح ونزول مصطفى فتحي، واول لمسه لمصطفى فتحي بسم الله الرحمن الرحيم كده تمريره غلط للاعب منتخب غانا دينيس اودوي، اللي لعبها لمحمد قدوس وبطريقه جميله جدا، بيكلفت نص الملعب كله وبيخترق وبيشوط، وكل ده في مراقبه محمد النني، وبيسددها على يمين الشناوي عشان ينتهي الشوط الاولاني 1-0 للمنتخب الغاني. في الشوط الثاني بقى، واكن اللعيبه اتحولت وشالت المسؤوليه اللي كان ملزم بيها محمد صلاح، ومع تحرر اللعيبه في ارض الملعب والضغط الزايد على خط دفاع غانا الهش والضعيف جدا، وده ظهر في هدف محمد عبد المنعم اللي اتحسب تسلل اصلا، لغايه ما بتيجي الدقيقه 68 وهي التبديله بقى اللي حولت بقى مسار الشوط الثاني فعلا ونتيجه الماتش عامه، وهي خروج محمد النني والدفع بمحمود حسن تريزيجيه عشان تتحول طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1، عشان يكون خط وسط منتخب مصر عباره عن امام عاشور وحمدي فتحي، وقدامهم كمهاجم تاني عمر مرموش. وبالمناسبه ده مركز اصلا عمر مرموش مع فرانكفورت الالماني. ويكون على الجبهه الشمال محمود حسن تريزيجيه، عشان بعد دقيقه واحده من نزوله يضغط بشراسه على لاعب منتخب غانا اللي بيغلط وبيرجعها للدفاع بشكل سيء، وده اللي قدر يستغله عمر مرموش عشان يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر. وبعدها بدقيقه واحده الهدف الثاني لمنتخب غانا عن طريق برضه محمد قدوس بعد خطأ مشترك ما بين خط الوسط والدفاع، وتحديدا محمد عبد المنعم. مش بقول لك الف مبروك محمد عبد المنعم اللي اداؤه غير اللي نعرفه اصلا عنه، عشان يستمر الضغط والهجوم على دفاع منتخب غانا، عشان يغلطوا للمره الثانيه، عشان تريزيجيه يضغط برضه بنفس الشراسه ويقطع الكوره ويلعبها بالعرض لمصطفى محمد عشان يسجل التعادل لمنتخب مصر، ويستمر الهجوم الكاسح لمنتخب مصر في الشوط الثاني مع غياب لمنتخب غانا ما عدا لقطه الهدف الثاني، ولكن بلا اي هدف، ان الماتش في الاخر خلص 2-2 ومنتخب مصر يزود الامر تعقيدا عليه. لكن قبل بقى ما اختم معاك هنتكلم شويه كده في 4 نقط مهمين جدا بعد نهايه الماتش، وهي البدايه بمحمد النني في مركز 6 اللي هو مش مركزه الاساسي، وكمان اداؤه المهزوز جدا في بدايه الافريقيه. تاني حاجه بقى عايز اتكلم عليها اصلا، ودي اكتر حاجه مضايقاني، يعني سوء استغلال الكرات العرضيه. يعني ايه لما يكون عندك احصائيات ل3 باكات شاركوا في المباراتين اللي فاتوا، وهو محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدي، يعملوا 22 عرضيه في الماتشين من ضمنهم 6 بس صح؟ دي كارثه حرفيا في الباكات عندك. ايه ده؟ لازم الموضوع ده يعني يتصلح، ما فيهاش. تالت حاجه بقى عايز اتكلم عليها وهي سوء مستوى محمد صلاح. يعني محمد صلاح بقى له ماتشين حرفيا اداؤه يعني سيء جدا بجد. اداء محمد صلاح سيء جدا مع المنتخب، اصابته دي هتطول شويه، وكده كده مش هنعتمد عليه اصلا الفتره الجايه في البطوله. يعني رابع حاجه عايز اتكلم عليها بقى وهي سوء مستوى محمد الشناوي، وتحديدا في الهدف الثاني. محمد الشناوي يشيل نسبه كبيره من الهدف ده، وعندك كمان في الدقيقه 97 اخطا في مسك كوره كانت ممكن تدخل جول في الدقائق الاخيره، لكن اللعيبه شتتتها. وفي نهايه المباراه لازم اشيد بمستوى امام عاشور اللي عمل مباراه كبيره قوي، وحرفيا كان شايل نص الملعب لوحده، وتحديدا كمان في الشوط الثاني تحديدا. وكمان لازم نشيد بمستوى عمر مرموش ومصطفى محمد، تسجيلهم هدفين وحرفيا كانوا من احسن اللاعبين النهارده في الماتش. ونختم بقى بالمنقذ اللي نزل شقلب الماتش لصالح المنتخب المصري، وهو محمود حسن تريزيجيه، اللي قدر يغير من طريقه اللعب ويزود الضغط الهجومي على دفاع غانا، وقدر يساهم في تسجيل الهدف الاول والثاني. في نهايه الحلقه بقى بنتمنى للمنتخب المصري طبعا الفوز على منتخب كاب فيردي والصعود كمان يعني، وان شاء الله نشوفكم بقى ايه في الملخصات الجايه والحلقات الجايه كده. وبس كده، سلام.